وطبعا على سفرة رمضان الكل بيسأل على السمبوسة. ليه بقى بالغالي تشتريها لما بمية ودقيق هتعمليها ولسفرة رمضان هتجهزيها بأقل تكلفة هتتكلفيها؟ هنسمي الله ونجيب 3 كوبايات من الدقيق ومعايا كوباية من المية. مش هنزل بكوباية المية مرة واحدة، انا هنزل بتلات ارباع كوباية المية واخلي الربع معي. هنزلها المية شوية شوية، وانا حاطة مع الدقيق ربع معلقة صغيرة من الملح. بعد العجينة بتاعتي ما لمت هروح مديها 4 معالق من الزيت واخليها تكمل عجن تاني. وطبعا لو ما عندناش عجان بنعجنها على ايدينا كويس جدا. وانا عايزه العجينه بتاعتي تكون متماسكه ما تكونش طريه. بعد ما عجناها ناخدها نركنها تريح 5 دقايق، بس 5 دقايق من العجن فقط. بعد العجينه بتاعتي ما استريحت بجيب 3 معالق من الزيت واحط فيهم معلقتين من الدقيق واقلبهم مع بعض. اعمل خليط كده متجانس زي ما انت شايفه كده. والخليط ده هو الخليط السحري اللي هيخلي السمبوسه بتاعتي مورقه، وعمرك ما هتفرقيها عن السمبوسه اللي بتجيبيها جاهزه من بره، بل بالعكس ممكن تبقى احلى كمان من اللي انت بتجيبيها الجاهزه. انا كده خدت العجينه بتاعتي ولفيتها رول وقطعتها 12 قطعه، لاني اخلي كل 4 قطع مع بعضيهم. ممكن تقطعيها 15 قطعه وتخلي كل 3 قطع مع بعضيهم. هنجيب بقى القطع بتاعتنا ونروح لفينها زي ما انت شايفه كده، نعملها زي كره صغيره مدوره. وبعد كده نجيب صينيه مدهونه دقيق ونحطها فيها. وطبعا بنحاول نخلي الكور بتاعتنا كلها مقاس واحد. لو حسينا ان في كوره زياده شويه بنشيل منها حته ونخليهم كلهم في مقاس متساوي. وطبعا لو عندنا ميزان هنوزن عليه ونخلي الكور كلها وزن واحد. ولو ما عندناش ميزان بقى هنحاول نقطع الكور قد بعضيها زي ما شفنا كده. لو حسينا ان الكوره زياده شويه هنشيل منها حته، حسينا ان الكوره ناقصه شويه نحط لها حته. المهم ان احنا نحاول على قد ما نقدر نخليهم متساويين. بعد كده بقى بنجيب العجين اللي معانا ونروح مغطينه. اهم حاجه نغطيه عشان وش العجين ما ينشفش معانا. وناخد من اول كوره قطعناها، يعني ناخد بالترتيب، ناخد اول واحده وبعديها التانية وبعديها التالتة بالترتيب كده، على ان كل كوره بناخدها بتكون استريحت اكتر من الكوره اللي قبلها. وطبعا كل العجين ما بيستريح معانا بيدينا نتيجه جميله جدا وفي نفس الوقت بيريحنا في الفرد. فهناخدهم بالترتيب، واهم حاجه نبقى مغطين العجينه طول ما احنا شغالين. هناخد بقى رشه دقيق من فوق ومن تحت العجينه كده ونروح فردينها فرده متوسطه زي ما انت شايفه كده. بعد ما فردناها هنجيب اول واحده فردناها ونديها الخليط اللي احنا عاملينه. والخليط ده عايزه اقول لكم ان هو بيبقى سحري في العجينه، سحري بجد في العجينه. بيخلي طبقات العجينه ما بتلزقش ببعضيها ومورقه جدا ورقيقه جدا. واحنا عملناه قبل كده كمان في الرقاق الطري. هو عامة بيدينا نتيجة جميلة جدا في توريق العجين. المهم بقى انا كده دهنت بين الطبقات، بس اخر طبقة طبعا مش هدهنها واول طبقة مش هدهنها. بصوا بقى الطبقات بتاعتي متساوية قد ايه. دلوقتي انا كده خلاص خلصت العجينة بتاعتي كلها، قسمتها ل3، كل واحدة فيها 4 طبقات. وزي ما قلتلك ممكن تقطعي العجينة من الأول على 15 وتخلي كل واحدة فيها 3 طبقات. بعد كده بقى هاخد العجينة وافردها بالدقيق، دقيق من فوق ودقيق من تحت. احاول افردها بايدي الاول على قد ما اقدر كده. انا عايزاها زي مستطيل او زي مربع، هحاول على قد ما اقدر اعملها مربعة او مستطيلة. وبعد كده بقى هفردها بالمردانة. ولو معرفتيش تعمليها مربعة او مستطيلة اعمليها مدورة زي الفطيرة كده ما بتدوريها، وهقولك ازاي نعملها سمبوسة وتكون مدورة. بعد كده بقى بنجيب صاج الفرن او بتجيبي اي صينية عندك وبتقلبيها على البوتاجاز وبنخليها على نار وسط وبندهنها دهنة زيت بسيطة جدا. وبنروح جايبين العجينة بتاعتنا ونروح حاطينها عليها. بناخدها على كل وش ثانيتين بالظبط، بناخدها ثانيتين ونروح قلبنا وناخدها ثانيتين ونروح قلبنا. اول ما تتشمع معانا كده على طول، يعني انت ما بتقلبيش العجينه الا ما بتحسي ان هي خلاص اتشمعت وممكن ان هي تتشال، تروحي قلبيها وتلفيها بقى على الصاج شمال ويمين كده عشان تاخد سخونيه الصاج وتستوي من كل ناحيه. بعد بقى اما العجينه بتاعتنا بتستوي بنروح شايلينها ونجيب منديل او نجيب فوطه ونمسح الصاج لو فيه دقيق. وبعد كده بنجيب فرشه فيها نقطتين زيت ونروح ماسحين الصاج قبل ما نحط العجينه التانية. بعد ما بنسوي السمبوسك على طول بنروح مغطيينها علشان ما تنشفش. بعد كده بقى بناخدها دي المدوره، حسيت ان هي مش مدوره كويس هروح جايبه طبق كده او اي حاجه مدوره واحاول اظبط الدوران بتاعها عشان عايزاها مدوره ومظبوطه جدا. لو وصلتوا بقى معانا يا بنات لحد كده يا ريت تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجيبها بقى ونروح قسمينها نصين وبعد النصين ربعين. وطبعا هتقولي لي ودي هعملها ازاي سمبوسه، هوريلك في الاخر برضو ازاي هنحشيها وتبقى سمبوسه جميله جدا باذن الله. بس انا عايزاكي تشوفي طريقه السمبوسه. شايفه ورقه السمبوسه رقيقه ازاي؟ تحفه تحفه، احلى كمان من اللي انت بتجيبها من بره. وممكن كمان تاخديها بنفس التدويره بتاعتها دي كده وتعمليها في الصينيه زي الرقاق، زي الرقاق الطري بالظبط، هتبقى تحفه. وما تقلقيش على الهادر اللي هيخرج منها ده احنا هنعمل بيه احلى شغل. الهادر ده هناخده نحمره
وهنعمله زي التوست اللي بيتعمل جنب الكشري، يعني لو عامله كشري ولا حاجه هتعمليه جنب الكشري، ولو مش عامله كشري هتحمريه وولادك هياكلوه كده زي الرقائق اللي بيشتروها من بره، اللي هو الكيس ب5 جنيه وب10 جنيه. وانا عن نفسي عملت منه طاجن ام علي حكايه، وان شاء الله هنزله لكم قريب باذن الله. عاملاه طاجن ام علي بالكراميل، بس طعمه خطير، ان شاء الله هنزله لكم باذن الله. بعد كده بقى هنجيب السمبوسه المستطيله معانا ونقطعها تقطيعه متساويه، تقطيعه متساويه عشان تبقى زي السمبوسه اللي بنشتريها من بره بالظبط. انا عملتها بالتقريب كده، قطعتها 3 سنتي بالعرض و10 سنتي بالطول، بس انا حاسه ان كده هتبقى مظبوطه جدا زي اللي احنا بنشتريها من بره. وان شاء الله هنحشيها مع بعضينا دلوقتي وهوريكم هنعملها ازاي. بس اهم حاجه نقطعها وهي سخنه، ونفككها من بعضها بشويش كده وهي لسه سخنه، ما نسيبهاش اما تبرد عشان ما تلزقش ببعضها. وهي سخنه كده نروح مقطعينها وواحده واحده كده نسلكها من بعضيها، عشان زي ما انتوا شايفين معانا العجينه رياقه قد ايه، يعني عايزين نتعامل معاها بشويش جدا. بس اهم حاجه وهي سخنه قبل ما تبرد زي ما بقولك، عشان ما تكونش لزقت في بعضيها. واللي نقطعه على طول نغطيه عشان ما ينشفش، على طول نروح ماسكينها مغطيينها زي ما انت شايفه كده. وزي ما انت شايفه بقى معانا السمبوسه بتاعتنا جميله قد ايه، تحفه، شايفه احلى كمان من اللي احنا بنشتريها من بره. دلوقتي بقى هوريكي احنا هنحشيها ايه. انا طبعا انت بتحشيها الحشوه اللي تعجبك، عايزه بقى تحشي لحمه مفرومه، تحشي جبن، تحشي اي حاجه زي ما انت عايزه. انا مش محضره حشوه لاي حاجه، بس انا هوريكي هنحشيها بس ازاي، عشان اللي انا عاملاه مثلثات دي ممكن حد يقول انا مش هعرف احشيها. انا بقى هحشيها دلوقتي قدامكم ونشوف حشيناها ازاي. انا اجيب حته جبنه من عندي من التلاجة، جبنه عاديه خالص، واوريكي هنحشيها ازاي. اهو زي ما انت شايفه كده نحط الجبنه. انا ببل ايدي ميه بس، عايزه تعملي الخليط اللي هو معلقه دقيق ومعلقه ميه ماشي براحتك او نشا، لكن انا ببل ايدي ميه وبروح دهنه العجينه وبروح لفيها، او بدهن السمبوسك وبروح لفيها عادي خالص. بعد كده بقى هناخدها على الزيت عشان نحمرها برضو قدام، وممكن تحشيها وتشيلها في الفريزر على كده، بس اهم حاجه تخلي اكياس بين الطبقات، وممكن تشيليها قبل كمان الحشو. احنا بقى هناخدها دلوقتي على الزيت، وهتكون درجة حرارته متوسطة. هنقلي السمبوسة بتاعتنا، وبعد كده هنقلي الهادر اللي طالع معانا او القراميش اللي طالعه معانا. بقولك دي هتبقى زي الشيبسي، هتبقى زي مقرمشات، هتبقى جميلة جدا. وانا عايزه اقولك ان المقرمشات دي ولادك ياكلوها قبل ما ياكلوا السمبوسة نفسها من كتر جمال. هم الولاد بيحبوا الحاجات المقرمشة جدا. ما تنسيش بقى تجربي السمبوسك وتقولي لي رأيك فيها ايه. ولو عجبتك وعجبك الفيديو ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.